بيسأل سائل عن قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية. طبعا العلماء لهم 3 مذاهب في هذه المسألة. المذهب الأول ركنية قراءة الفاتحة، ركنية قراءة الفاتحة، وهذا قال بها أقل القليل من أهل العلم. المذهب الثاني هو وجوب القراءة، وهذا قال به كثير من أهل العلم. المذهب الثالث أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، والكلام ده طبعا في الصلاة الجهرية. ويعني الصحيح فيها أن الإمام إذا ترك فرصة للمأموم قرأ المأموم، مع أن طبعا ترك فرصة للمأموم هذا لم ترد به السنة، لكن بعض الناس الذين يجيبون مثلا قراءة الفاتحة خلف الإمام يعني يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيسكت حتى يتيح الفرصة للمأموم أن يقرأ. ولكن ليس هناك حديث صحيح في السكتة، حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتين في الصلاة، حديث منكر لا يصح. لكن إذا ترك الإمام للمأموم فرصة فالقراءة خير من السكوت. والذي يعني أذهب إليه في هذه المسألة هو أن ينصت المأموم لقراءة الإمام في الجهرية وأن يقرأ في السرية، إلا أن يترك الإمام كما قلت فرصة للمأموم ليقرأ